هو في حاجة اسمها الكارديو ما بيخسسش، وهل الكل محتاج يلعب كارديو؟ وايه نوع الكارديو اللي انا العبه والعبه ازاي على حسب اختلاف الجولز بتاعتي. الكارديو دي من اكتر المسكونسبشنز اللي هتلاقي دايما الناس بتتكلم عليها. فتلاقي مثلا البنات اللي لسه مقتنعين انها اول ما تشيل دمبل هيطلع لها عضلات. ما كانش حد غلب والله يا بنتي، ما فيش حاجة اسمها كده، لكن تمام. فتقول لك ايه، انا هلعب كارديو بس. فتلاقيها تفضل مثلا ساعة بتعمل كارديو، مثلا ساعة ولا ساعة وربع. وتلاقي لو الجول بتاعها ان هي بتخس هتعمل كده. وممكن يبقى واحده تقول لك لا انا جسمي تمام مش عايز اخس، بس انا عايز العب رياضه. بس سبحان الله الاتنين بيعملوا نفس الستاتيك كارديو، اللي هو هقف على التريدميل ساعه ساعه وربع. طبعا ده مفهوم غلط من ناحيتها وعيب مدرب. طيب المشكله الاكبر بقى للولاد، هو مقتنع ان اي نقطه عرق هتساوي ماسلز. فهو مقتنع انه لو عمل كارديو، وانا هنا بتكلم كارديو بشكل عام، لسه هقول لك بقى اصلا ايه انواعه. بس بيبقى مقتنع ان اي نوع كارديو هيعمله ان هو هيخس. في نفس الوقت الولد اللي اوفر ويت مقتنع ان لا ده مش وقت الدمبلز ومش وقت الويت ليفتنج، اصلا انا محتاج اخس الاول. طيب كلنا لازم نعمل كارديو. ليه؟ عشان حضرتك في عندك عضله اسمها عضله قلب. هو لو انت عايز تفضل صحي، عايز لما تكبر في السن تعرف تطلع سلم، تعرفي حضرتك تجري ورا اطفالك، تشيليهم، انت تعرف تعمل شغلك، تعرف تعمل واجباتك الزوجية، كل الحاجات دي، فكلنا لازم نلعب كارديو. هو بيختلف الطريقة اللي بتلعب بيها. بتختلف ان انت هتلعب ستيدي كارديو، ده عادة بيبقى للناس اللي وزنها اوفر ويت، فانت مش عايز تحمل على الركب والمفاصل بتاعتهم، فده بتخليه يعمل كارديو ستيدي. يلعب مثلا على العجلة، يلعب على الاليبتيكال، يلعب على التريدميل. طيب بالنسبة بقى لو شخص عادي، انت واحد اللي هو تمام خلاص انا رياضي وما عنديش مشاكل اوفر ويت، بس انا عندي عضل فخايف اخس، بتعمل هاي انتنسيتي تريننج. في اخر كل تمرينه ان شاء الله 6 او 7 دقايق، انا مثلا بعمل ايه؟ انا عندي جنب الجيم مثلا في ملعب تبع الجيم، بطلع احط الاقماع وبعمل التمارين بتاعت الكوره، حاجات الفوت وورك دريلز، واجري ما بين الكونز واعمل سبرنتات، وبعمل تايمر 10 دقايق. استحاله اخس في العشر دقايق، لكن عملت مجهود وضخ دم وعليت نفس وكل الكلام ده من غير ما هتخسر مصل. ممكن تعمل حاجات بادي ويت، بيربيز وجامبين جاكس، وتنط في الهواء، تعمل سكواتس وتعمل بوش ابس، ان شاء الله زي ما بقول لك تعمل 6 7 دقائق بس في اخر التمرينه. فهي الفكره هنا مش الكارديو بشكل عام مناسب ليا ولا لا، وهخس ولا لا، وهزيد ولا لا. لا، هو انهي نوع كارديو وبتعمله امتى وبتعمله كم مره في الاسبوع. لكن تاني، حضرتك وحضرتك لازم تشغلوا عضله القلب. مفيش حاجه اسمها ان انت تكرر ترمي كارديو.